طبعا في البدايه الحمد لله ومبروك طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم. بشكرهم على المسانده طبعا من اول يوم، من اول مباراه لغايه اخر ثانيه. بشكر طبعا اللعيبه وببارك لهم على بطوله الدوري. دوري استثنائي في كل شيء، 6 مباريات عشان تحسم فيها بطوله، فكان هو ده الصعب اللي في الموضوع. عدد المباريات هو اللي كان قليل، مش دور تاني فيه 17 مباراه، لكن الحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم مجموعه اللعيبه المحترمه الكبيره اللي موجوده حبوا يعوضوا نفسهم على الحاجات اللي ضاعت منهم اثناء الموسم، وقدروا ان هم النهارده يفرحوا ملايين طبعا من جماهير النادي الاهلي. انا طبعا ببارك لهم واقول لهم الف الف شكر. مجهود يشكر عليه كلهم، كل اللعيبه القايمه بالكامل بقول لهم الف الف مبروك. طبعا مبروك للمجلس الاداره والكابتن خطيب، على راسهم طبعا الكابتن خطيب، بشكره طبعا على الدعم والمسانده من اول يوم. وده ابسط شيء ان احنا نقدمه للنادي، وده ابسط شيء ولاد النادي بيقدموه للنادي، يعني تحت اي ظرف تحت اي ظروف ولاد النادي موجودين، مش عماد بس، كل ولاد النادي موجودين وهيعملوا الدور ده وافضل. بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انت كعماد جاي من بعيد في وقت الناس شافوه ان هو صعب، لكن كل شيء باراده ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق المولى. قدرنا ان احنا في وقت قليل، في خلال شهر، تعمل بطوله كمدرب، كانجاز لاول مره طبعا في حياتي. سهل، خدت بطولات كتير الحمد لله مع النادي الاهلي، لكن البطوله دي اكيد هتكون هي البطوله الاغلى ليا في حياتي مع النادي الاهلي يعني. فانا بشكركم وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي وببارك لهم واقول لهم اللي جاي ان شاء الله يكون افضل ومزيد ان شاء الله من التالق للعيبه اللي موجوده. ان شاء الله اللي هيكمل المرحله اللي جايه مرحله مهمه بالنسبه للنادي. اكيد النهارده هنفرح وبكره نفرح وبعدين هتقفل الصفحه، وبعدين ان شاء الله تفكر اكيد في كاس العالم للانديه. مبروك مره ثانيه للعيبه وللجمهور وللنادي بالكامل، واللي جاي ان شاء الله يكون افضل. كمدرب هي اصعب يعني، وانت لعيب الامور اهدى يعني، لكن وانت مدرب الامور شويه صعبه يعني. فعشان كده بقول لك هي البطوله الاغلى بالنسبه لي، لكن انا عارف ان مفيش حاجه صعبه، كل شيء بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. كنا بعيد بفرق 4 نقاط، لكن قلنا للعيبه من اول يوم اتعهدنا ان احنا نكسب ال6 مباريات، وده الحمد لله حصل. المنافس اللي قدامك خسر مباريات، ادالك هديه واحنا قبلنا الهديه وضفنا بطوله رقم 45 بطوله الدوري للنادي الاهلي وفي بطولات النادي الاهلي. ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون فيها مزيد من البطولات، اللعيبه دي تستاهل اكتر من كده وتقدر تحقق بطولات افضل ان شاء الله من كده الفتره اللي جايه.